هو مين اللي قال ان الاسقف المعلقه دايما لازم تكون جبس؟ ممكن تبقى ستريتش سيلينج، ممكن تبقى ميتال، وممكن تبقى خشب. زي الاوضه اللي احنا واقفين فيها دي اوضه سقفها خشب، حيطانها خشب، كلها تجاليد. استخدمنا فيها كونتر وود ملزوق اتش بي ال 18 مللي، واستخدمنا كمان الواح 8 مللي على حسب استخدام بقى مرايات بيت النور اللي جوه او مرايات بيت النور اللي بره. سقف الخشب سيستم التعليق بتاعه كله خشب، كياش في علفات بوصه في بوصه، وبوصه في 2 بوصه، و2 بوصه في 2 بوصه، علفات طولي عرضي. سقف مخبي جواه تكييف، فاير الارم، فاير فايتنج، كشافات، سبوتات. معمول في السقف الريساس اللي بيخبي جواه الكشاف اللي موجود برده في بقيه السقف المعلق اللي في بقيه المكان. اوضه خشب المنت جوه الموقع بتاعنا. معرض عربيات اكس بنج في شارع 90 في التجمع الخامس. ده الفرع الثالث ليهم، والفرع الثاني في التجمع. برضو كنا منفذين من سنه بالظبط فرع ميفيدا، وده الفرع الجديد. مساحه مفتوحه، ارضيات بورسلان ابيض، سقف فلات معمول فيه ريساس بلاك، محطوط جواها سبوتات الاضاءه، قواطيع ازاز لمكاتب استقبال عملاء، ارضيات موكيت لللاونج، دواليب بيتحط جواها الجنوط وقطع الغيار، ورفوف بيتحط جواها حاجات خفيفه، تي شيرتات وكابس وماجز وحاجات كده هدايا.